السلام عليكم. حابب جسمك يتحول من كده لكده وتخسر من 5 ل8 كيلو دهون وده رقم جبار في فترة الصيف؟ اسمع الكلام ده، كلامي ده كله موجه للناس اللي هتستغل فترة الصيف وتتمرن في الجيم. لو مش هتتمرن في الجيم فاخرج من الفيديو لان هو مختص بالناس اللي هتتمرن. انا ليه قلت اللي مش هيتمرن يخرج من الفيديو؟ اصل ايه الفكره عندك ان انت تاكل كارب وبروتين وتفضل تقلل وتزود فيهم على مدار الاسبوع ليك مأنتخ ومريح وسيبنا احنا نشتغل كارب سايكل. طيب يا دكتور انا بتمرن او لسه هتمرن اعمل ايه؟ هتحسب السعرات اللي انت محتاجها علشان تخس من البروتين والكارب والفات ودي سهل نحسبها من اي ابلكيشن. ركز معايا بقى، هنقسم الاسبوع كالاتي: ايام التمرين هناخد كارب كتير، ايام الراحه هناخد كارب قليل. حاسس ان انتوا تهتوا مني شويه؟ هطبقها على فاروق مثلا. فاروق علشان يخس محتاج 160 جرام كارب. فاروق بيتمرن مثلا 5 ايام ويومين راحه. هشرحها لكم ببساطه، انا محتاج 160 جرام كارب علشان اخس. انا مش محتاج ان انا اخد 160 جرام في كل الايام. يومين الريست هضطر ان انا اقلل فيهم الكارب. هقسم ال 160 على 3 هيديني 53 تقريبا احطهم في اليومين بتوع الريست. طب والباقي؟ الباقي هيتوزع على ايام التمرين. بس كده انت وفرت في اليومين دول 215 جرام كارب. هنقوم قسمينهم على 5 اللي هم ايام التمرين، هيطلع لك الرقم 42. نضيفه بقى على ال 160 اللي كنا بناخدهم في ايام التمرين هيطلع 202. يبقى انا باخد في 5 ايام التمرين بتوعي 202 جرام كارب، وايام الريست او الراحه باخد 53 جرام كارب. وصدقني لو طبقت ده في مده شهر هتنزل من 5 ل 8 كيلو دهون صافي. طبقته خلال الصيف هتتحول من كده لكده، واللي مش فاهم يقول لي وانا هشرحها له. بس كده.